هذه اسهل وابن حلوى ممكن تحضروها في العيد. اذا درتوها غير كثروا منها باسكو راح تكمل ليه بزاف بنينه بلا فرن وتقطع كميه كبيره. لازم تجربوها في العيد. اول حاجه في اناء نحطوا 2 كيسان تاع بسكويت بدوق الشوكولا، نضيفوا عليهم 2 كيسان تاع مكسرات، انا كنت استعملت كاوكاو، و2 كيسان تاع حليب بودره، هادو اللي راح يضيفوا لكم البنه في الحلوى تاعكم. والحليب البودره كنت حمصته حتى تحصلت على هذا اللون، من بعد راح نضيف عليهم 2 معالق كبار تاع الزبده اللي تكون دايبه، ونلموا كامل هذه المكونات بعلبه واحده تاع طوفيا كراميل. انا كنت استعملت كاس تاع 220 ملل. وباش الحبه تاع السيجار تجيكم واقفه وحاكمه روحها لازم ما تجروش بزاف العجينه، يعني تجي حاكمه روحها وتتعلق. دروك نروحوا نشكلوا السيجار تاعنا وطريقه بزاف سهله، سواء توزنهم كوريه تاع 30 غرام راح يخرجوا لكم اكثر من 45 حبه، ولا ديروا عينكم ميزانكم وديروا الشكل تاع السيجار. بعد ما نكمل ندخلهم في المجمد لمده 5 دقائق ونخرجهم ونغلاصيهم. بالنسبه للغلاصاج اختاريت نستعمل لاباطا غلاسي من عند شوكاس اللي تجيب بزاف بنينه، تذوب بالخوف وتجمد ليه تعطيكم لمعه هايله ما تحتاج انكم تضيفوا لها الزيت. كنت خيرت هنايا تاع الحليب، تقدروا ديروا تاع نوازات ولا شوكولا نوار، دوبوها سواء في الميكرووند ولا في الماء ماري، ومن بعد تغلاصوا بها الحلوى تاعكم. نكمل كامل الحبات بنفس الطريقه، من بعد راح ندير فيهم زيغزاغ بالشوكولا، والتزيين يبقى لكم اختياري. وهذه الوصفه تاعنا اليوم، ما تنساوش انكم تجربوها وتبارطاجوها.